السلام عليكم. اليوم نتمنى تكونوا بخير. اليوم عندنا الحلقة الرابعة من المسلسل المغربي بغيت حياتك. قاسم وفوزية جلسوا يفطروا، جبدوا الموضوع ديال العمليات التخصيب اللي بغاو يديروا. قاسم قال ليها غيتكلم مع الباترون باش يزيدوا في الصالير باش يكمل الفلوس تاع العملية. وبس ما عرفات المشكل وقالت لهم كون ما رجعتوش الفلوس ديالي كون فتحت لكم المشكل. سهام تلاقات مع صوفيا وعودات ليها على المشكل تاع راجلها، وسهام بقات كتنصح فيها وبغات تخرج عليها. قاسم تلاقى مع الباترون باش يهدر معاه، ولكن قال لي دابا عندنا الخدمه بزاف ماشي وقت الهضره. صوفيا وسهام مشاو للدار اللي مشى ليها راجلها، هجموا على البنت اللي فيها وبقاو كيعذبوا فيها وهي ما عارفاش علاش هادرين. وفي الاخير فهمات وشرحات لهم بانه الاستاذ ديالها في لافاك، وهي اللي كتكتب ليه وهو كيسيني بالاسم ديالو كيخلصها. الباترون عيط على قاسم، وفاش طلبوا يزيدوه في الصالير قال ليه الخدمه راجعه اللور، وحمد الله فاش باقي خدام. كريم كيشوف الصوره تاع ساره، دخل صاحبه في الخدمه ونصحو وقال ليه لبس قدك يواتيك وساره ما تخدمش ليك. عزيز تلاقى مع ساره وجدات ليه مفاجاه باش يمشيو يدوزوا واحد 3 ايام سياحه، ولكن عزيز ما قدرش لحقاش كاينه عنده الخدمه بزاف. ساره تقلقات عليه، وفاش كانت خارجه تلاقات مع كريم اللي شاف الفيلم. قاسم مشى عند صحابه باش يلقاو ليه حل يوجد الفلوس تاع العمليه. واحد قال لي نشوفوا جمعيه تاع الجامع تعاونك، وعلال قال لي هز من لاكيس تاع الشركه، وقاسم ما عجبو حتى حاجه. صوفيا بقات كتعجب علاش شاكيب خبى عليها هادشي، وسهام قالت ليها كاع الرجال بحال بحال وخبى عليك باش ما يطيحش من عينيك، وقالت ليها سيري معاه لشي ريستورا وسوليه علاش دار هادشي وانا غنقابل لك الولد. قاسم خبر فوزية انه دبر على الفلوس وفرحات بزاف. كريم خبر سارة بان اليوم عيد ميلاده وطلبها تحتفل معاه. حاولات باش ما تمشيش معاه حتى جا عزيز وعرض عليها تتعشى معاه. طلعت معاه ضد وقالت ليه غنخرج نتعشى مع كريم اللي عنده عيد ميلاد. قاسم عطى السوارت الباترون وما بغاش يخليهم عنده، ومشى عند صحابو خبر علال انهم ما قدرش يمددوا على لاكيس. صاحبو الاخر قال لي وياك تتبع علال راه يخرج عليك، نوض نمشيو للجامع عند المحسنين ويتعاونوا معاك. وقبل قاسم صوفيا وراجلها خرجوا يتعشاو، وقالت ليه لاش كتخبي عليا اسرارك راني مراتك، وعودات ليه الفيلم اللي وقع. قال ليها واش انتي حماقيتي كتبعيني، ومشات تقاد راسها لحقاش كانت كتبكي. ساره وصلات كريم من بعد ما تعشاو واحتفلوا بعيد الميلاد، وشكرها لحقاش ما خلاتوش يحتفل بوحدو، وكان بغى يقول ليها شي حاجه حتى صونا التليفون ومشى. صوفيا بقات هادره مع شاكيب وطلبات منه يسمح ليها، وهو بقى غير ساكت وتعصب وقال ليها انا ما عمري فكرت نخونك، وانا ما كاتب ما والو، وما تبقايش تدخلي ليا في حياتي الشخصيه. خلات صوفيا ومشات. وفاء جراو عليها من لوطيل واخا بقات كتطلب فيهم لحقاش ما عندهاش باش تخلص، لاحوا ليها حوايجها وبقات كتبكي. قاسم جا من الخدمه وجلس يتعشى، خبراتو فوزيه بانه غدا غيمشيو باش يديروا العمليه وخاصو ينعس مزيان. ومشات تنعس، بقات بسمه معاه وقالت لي هاد الشيء اللي بغيتو ديرو ما منوش، وخاصك شي مرا صغيره اللي تولد ليك. وفاء شربات لاصوص من عند المراه لحقاش في الدار، وبقات كتنصح فيها. ووفاء قالت ليها ما تخافيش، واحد النهار غنولي مشهوره. شاكيب رجع للدار ولان ما بغاش صوفيا تخليه وتمشي، ولكن اعتذرات منه وتسامحوا. سهام كتراقب فيهم، عيطات عليها امها باش تتعشى، سمعوا الدقان. صدقات وفاء ما بغاتش تدخلها، ولكن وفاء ما تفاكتش معاها ومشات سلمات على امها اللي كتظن انها بنت بنتها، وباتت عندهم. وفي الصباح فيقاتها سهام باش تمشي بحالها، حتى جات امها وفرحات حقاش غادي تفطر مع بنت بنتها. فوزية بغات تمشي للخدمه ووصات قاسم باش ما ينساش الموعد ديال الطبيب، وبس ما بدات مخرجه الزبل وتقلقبوا القراعي ديال الشراب. فوزية عرفات قاسم باقي كيشرب وتعصبات عليه. سهام خلات وفاء تبقى معاها في الدار شرط تقابل ليها امها وتقوم باشغال الدار كامله. وفاء شكراتها وفرحات بزاف. قاسم مشى عند علال وخبروه ما دار حتى حاجه يديها للطبيب، وقال لي عندي لك الحل. سهام مشات لدار شاكيب باش تبقى مع يوسف الصغيره، وبنت شاكيب لينا ما حاملاهاش عكس الولد. عطاتها سواره كادو
ودات معاها الولد ووراتو بيار كان تاع بناتها، ولكن ما عجبوش وقال ليها قديم. وسهام بقى فيها الحال لقات وبقات هادره غير بوحدها كيفاش كانت حياتها زوينه مع بناتها وكيفاش ولات بوحدها. والولد خاف ومشى. طبيب وفوزيه بقاو كيساينوا في قاسم اللي تعطل، ودخلوا فوزيه يوجدوها. لينا طلبات من صوفيا تخليها تمشي عند صاحبتها، عندها عيد ميلاد. ما خلاتهاش حتى جات سهام وقنعاتها باش تخليها، بغات تقرب منها ووصلاتها معاها. قاسم خدا الكينة الثالثة اللي عطاه علال ووصلوا للكلينيك. سهام جات للدار وسولات وفاء على امها، قالت ليها بانها عشاتها ونعسات وبانها شقات عالدار. قاسم بحرة بغى يمشي يدخل عند الطبيب حتى طاح. وهنا كملت الحلقة الرابعة. نتمنى منكم تدعمونا بالاشتراك في القناة ومشاركة الحلقة مع الأصدقاء، ونتلاقاو مع الحلقة الخامسة. السلام عليكم.